صباح الفل او مساء الفل عليك يا صديقي العزيز على حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الفيديو ده. اهلا بيك في فيديو جديد من فيديو مشتريات معرض الكتاب 2024. وفيديو النهارده انا جاي تحديدا اكلمك عن دار كيان، واحده من احب ومن اقرب الدور لقلبي الحقيقه. طيب الحقيقه ان انا دايما كيان بتكون اعمالها وبتكون اصداراتها متنوعه جدا، ما بين بالنسبه لي انا بشكل شخصي او مشترياتي من دار كيان بتكون دايما متنوعه ما بين الاعمال الروائيه وما بين المترجمات اللي انا لازم اهتم بيها بشكل اكتر من كده السنه دي، بما ان انا صدر لي ترجمه، وبما ان معلومه حصريه ليكم انا حاليا بصدد ترجمه عمل جديد، فبالتالي انا لازم اهتم شويه بالترجمات ولازم اهتم بالحاجات دي كلها. فانا حقيقي متحمس جدا للاصدارات اللي معايا النهارده من دار كيان، وخليني ابتدي باول عمل فيهم وهو كتاب الكتابه وسنينها للكاتبه هدى انور، دليلك في رحلتك مع الكتابه. انا محتاج العمل ده، اي حد بيفكر ان هو يكتب محتاج العمل ده، اي حد بيفكر انه يخطو اولى خطواته في الكتابه هيحتاج العمل ده، اي حد عايز يتعلم اكتر عن الكتابه، عن تقنيات الكتابه، عن الاساليب اللي ممكن تكتب بيها، عن التريكات التيبس اند تريكس زي ما بيقولوا بتاعت الكتابة، هيحتاج الكتاب ده بشكل كبير جدا، ويحتاج ان الكتاب ده يعدي عليه. فبالتالي الكتاب ده كتاب اساسي ومهم جدا جدا جدا، وحبيت ان انا ابتدي بالعمل ده علشان بعديه على طول ادخل على العمل المترجم اللي انا جبته، هو كتاب لجورج ار مارتن، فارس من الممالك السبعة، من رسوم جاري جيليني وترجمة البرنس هشام فهمي اللي ترجم جيم اوف ثرونز، دلوقتي جاي بيترجم لنا A Knights of the Seven Kingdoms، فارس من الممالك السبعة، اللي برضو تعتبر قصة ورواية منبثقة من العالم بتاع جيم اوف ثرونز. فالرواية دي او الترجمة دي تحديدا انا متحمس لها جدا جدا جدا. خليني اقول لكم على معلومة، انا لسه ما قريتش جيم اوف ثرونز، ده حقيقي، وبالتالي انا متحمس جدا اني ابتدي في العالم بتاع جيم اوف ثرونز، في قراءة العالم بتاع جيم اوف ثرونز، وهبتدي بقراءة فارس من الممالك السبعة. ودلوقتي يا صديقي العزيز خلينا ندخل على الاعمال بتاعتنا بقى، الاعمال والروايات المصرية، وهبتدي بثلاث اعمال تحديدا، وهم من سلسلة المتخصصون للكاتب نبيل فاروق، واول واحد فيهم هو الفهد، والعمل الثاني هو لعبة الثعالب او الثعالب، والعمل الثالث هو معركة العقول، اللي بالمناسبة معركة العقول بتدور أحداثه على أرض فلسطين المحتلة، ربنا يا رب يحررها، ولكن العمل ده بتدور أحداثه في فلسطين. يبقى أول مجموعة معايا هي مجموعة نوفيلات المتخصصون من كتابة الكاتب نبيل فاروق. انا مبسوط جدا بالاعمال بتاعه الدكتور نبيل فاروق، لان الدكتور نبيل فاروق ليه معزة خاصة في قلبي بشكل يفوق الوصف، لانه انا اللي خلاني ابدا قرايه هو نبيل فاروق حقيقي. وبعد كده لما الموضوع بدا يكبر ويتطور معايا اكتر، بدات ان انا ادخل بقى في ما وراء الطبيعه وفي الحاجات دي كلها، علشان كده نبيل فاروق ليه معزه خاصه في قلبي. طيب، امير تاج السر، تحت ظل الكتابه، المكتبات النعمه والمكتبات النقمة صفتان مترادفتان، ربما تخصص بهما المكتبات، فالمكتبة تكون نعمة حقيقية حين تمنحك الكتب والصدر الرحب وتكون قرأت معظم ما بداخلها، وتكون نقمة حين تتحول إلى ديكور منزلي يضم كل يوم كتابا جديدا، لكن لا رغبة لأحد في طرق بابها وإزعاج أرواحها أو مؤانستها. المكتبات كائنات حية كما يقول مانجويل، من الجرم أن نقتلها في بيوتنا. الكتاب ده لما قريت النبذه الخلفيه بتاعته انا تحمست قوي 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 ان انا اقراه. ايه اللي الكاتب هيقدر ان هو يقدمه لي في عمل زي كده ليه علاقه بالكتابه وليه علاقه بالقراءه؟ الكتاب ده فعلا من الكتب المهمه. اما العمل اللي معايا دلوقتي هو كيف بدأ الرعب للكاتب محمد عصمت، برنس الرعب وبرنس ادب الرعب، واللي يعتبر يعني واحد اصداره الادبي في عالم الرعب ومؤخرا كمان في الترجمات قوي جدا وكبير جدا جدا جدا. ففعلا الكاتب محمد عصمت جاي في الكتاب ده بيكلمنا في نقطه كيف بدأ الرعب بدأ ازاي. حتى بصوا النبذه اللي هو كاتبها ورا، لكل شيء بدايه حتى الرعب، الافكار والاساطير التي تؤرق مضاجع الملايين اليوم لم تنشأ من العدم، ولم تولد كأساطير مخيفة، وإنما انبثقت من التاريخ، بدأت كقصص حقيقية تقص حول النيران قبل أن تتحول إلى أساطير تتناقلها الألسن، ثم ترسخت في وعينا الجمعي كأشياء نخشاها ونخاف منها. لكن هل هي حقيقية؟ وهل هناك ما يثبت ذلك؟ ستجد الإجابة بين طيات هذا الكتاب،
فهنا ستعرف حقيقة المذؤوبين، وسترى بعينك حقيقة الزومبي، وستدرك السبب الحقيقي لخوفك من المرايات. محمد عصمت جاي بيعمل بريك داون للرعب في العمل ده وفي الكتاب ده، فانا اشتريت. انا واحد بيحب يقرا في ادب الرعب، ما بيقرا مش ما بيقراش غير الرعب، لا بيقرا في كل حاجه وبيحب ادب الرعب، فانا عايز اعرف كيف بدأ الرعب. طيب خلينا دلوقتي ندخل في كتاب مصطفى نصر غواني الإسكندرية. وجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لإبراهيم الورداني، ونفذ حكم الإعدام رغم ذلك في إبراهيم في 28 يونيو 1910. حاولت آسيا أن تخرج من البيت في ذلك اليوم، شدتها أمها في عنف وساعدتها البنت سعدية، لكن لم يقدر عليها فقد دفعتهما في عنف وخرجت. كان شعرها غير مرتب والدموع تغسل وجهها. في هذا الوقت تحول إبراهيم إلى بطل شعبي ورمز وطني تنظم فيه الأشعار والأسجال، ومنها الشعر الشعبي: قولوا العين الشمس ما تحماشي، لحسن غزال البر صابح ماشي. ايه تاني اكتر من كده يقدر يخليني اجيب عمل زي ده؟ غواني الإسكندرية عمل من الأعمال اللي بتتكلم عن حقبة زمنية وهي 1910 أو أوائل القرن الماضي، وبتتكلم عن بعض الغواني وبعض الأحداث اللي ممكن يكون ليهم علاقة بشخصية إبراهيم اللي تم إعدامه، والقصة اللي هتأدي إلى هذه النقطة أو الأحداث اللي أدت إلى هذه النقطة، سواء بقى كانت النقطة دي حقيقية ولا بروف او بلوت تويست ممكن يحصل داخل العمل. فحقيقة انا متحمس جدا 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 لغواني الإسكندرية. الغلاف بتاعه حتى رائع، اعتقد ان الغلاف معمول بالاي اي، بس انا متحمس جدا عامه للعمل ده. اما اخر عملين معايا من دار كيان، اولهم هو اثر اليعصوب للكاتب ميخائيل عماد. طيب خليني اقول لكم على حاجه، انا ما عنديش معلومات كافية عن اثر اليعصوب، ولكن انا جبت الكتاب بناء على ترشيح شخصي واشادة غير طبيعية من طارق ومن يسري. طارق قرأ العمل ده وعمل له ريفيو في الفتره بتاعه المعرض، انا ما كنتش لسه قريته. فطبعا لما رحنا الدار بتاعه كيان، لما رحنا دار كيان واحنا قاعدين وبنشوف هنجيب ايه وهنعمل ايه وايه الاعمال اللي احنا محتاجين ان احنا نجيبها من دار كيان، قال لي اثر اليعصوب واحد من الاعمال اللي انت ما ينفعش تعديها. فخليني دلوقتي انا هقرا كمان النبذه الخلفيه. ماذا لو اخبرتك ان هناك سنه فقدت تماما من التاريخ، سنه لم تسجلها سجلات ولم يتذكرها احد وكانها لم تكن ابدا، تلك قصة أخرى ستعرفها فيما بعد. أول ما قريت الجملة دي مع الترشيح بتاع طارق، أنا الحقيقة اتحمست قوي 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 للعمل ده، إن أنا أشوف إيه هو القصة اللي ممكن تكون حصلت في سنة خلت السنة دي تتمحي وتتشال وتتمسح من التاريخ ومحدش لا يبقى فاكرها ولا عارفها ولا عايزها ولا عايز يعبرها أصلا. فعشان كده أثر اليعصوب واحد من الأعمال اللي أنا متحمس لها جدا جدا جدا. أما العمل الأخير اللي معايا النهاردة هو المشعلجي من كتابة الكاتب أيمن رجب طاهر، اللي حصل على جايزة الدولة التشجيعية في رواية القحط، وكمان حصل على رواية كتارة للرواية العربية في سنة 2021. فالحقيقة ان الكاتب أيمن رجب طاهر الكتابات بتاعته كلها رائعة وكلها على مستوى لغوي وعلى مستوى أدبي قوي جدا 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 جدا. فانا متحمس جدا لقراءة رواية المشعلجي علشان اشوف ايه نوع القصة الجديدة، ايه نوع الستوري الجديدة والبلوت الجديد اللي حابب الكاتب ايمن رجب طاهر انه يكلمنا عنه ويحكي لنا عنه السنة دي. وبس كده يا صديقي العزيز، هي دي قائمة مشترياتي من دار كيان في معرض الكتاب 2024. طبعا انا متحمس جدا 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 للاعمال دي كلها، واكيد اول ما اقراها كلها هراجعها وتنزل لها الريفيوز بتاعتها على اليوتيوب. وانا من دلوقتي عايز ابتدي اصلا في اكتر من عمل بشكل متوازي، مع ان انا ما بحبش اعمل كده، ولكن حماسي مخليني فعلا عايز ابتدي في كل الاعمال دي مع بعض مرة واحدة. وبس كده يا صديقي العزيز، شكرا ليك واشوفك في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.